في كويك بوينت هنا سريعة هنتكلم فيها، وهي ان فور اكزامبل يعني في حاجة ساعات ممكن تلاقوها في فيديوز، مش حاجة اقصد بيها ظهر يا جدعان بقى، معلش يعني عجزت شوية طبعا ما اقدرش اقول كده، بس ماشي يعني. ساعات في التكست بوكس وكده هتلاقوا ان الفيكتور بيعبر عنه بنقطة، يعني هو مش بيرسم السهم، هو بيرسم النقطة بس. ليه ده مفيد؟ عشان لما نيجي نتكلم مثلا على let's say span بتاع فيكتور، مثلا فيكتور واحد فهو لاين، فانا مش هقدر ارسم لك لاين، يعني مش هقدر، يعني مش اصلي سوري، مش هقدر ارسم لك سهم كده وسهم كده وسهم كده وسهم كده وسهم كده وسهم كده، كل دي اسهم، مش هقدر ارسم كده. فالاسهل واللي يوجد الناس بتعمله ان هي جاست برسمها بشكل نقط، وطبعا زي ما انا قلت لو عندك infinite number of points جنب بعض بيترسم لاين وخلاص، فدي نقطة. طب في حالة لو عندك اتنين فيكتورز، لو عندك اتنين فيكتورز طبعا هيبقى صعب شوية ارسمها هنا يعني، بس لو عندك اتنين فيكتورز فطبعا هيوصل لكل البوينتس اللي في ال 2D plane، ال 2D plane كلها. فكأنك الشيت ده كله او يعني الاكسس دي كلها just filled in كده points، وده البلين، فهو ده السبان بتاعه. جميل. 3 dimensions بتبان اكتر شويه. لو انا عندي 3 dimensions ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي عامه يعني. لو عندي 3 dimensions ادي الزد ده اهو، او عشان خلينا نتكلم من مش تفرق كتير صراحه، يعني سواء عايز تخلق، خلينا نقول ده اكس وده واي وده زد. جميل. فانا لو عندي اتنين فيكتورز في الاكس والواي، يعني ما لهمش زد كومبوننت، يعني هعتبرهم في الاكس والواي بس، فهم هياخدوا، يعني متخيل الاكس والواي ليهم اكسس، الشريحه دي اللي هي اللي هي هنا دي، اتمنى يكون الرسمه الى حد ما واضحه يعني. فالشريحه دي كده كلها هي السبان بتاعها، بس الزد اكسس يعني الدبث ده كله، يعني تخيل دي كان زي ورقه، ورقه عامه يعني، ورقة A4 او whatever يعني. هم واخدين الورقة دي بس السبيس، في سبيس وراها وقدامها عشان زد اكسس، زد اكسس يعني تخيل كل البوينتس عند زد ايكوال زيرو، دي كلها معاك. انما اي حاجة يعني في الدبث ان او دبث اوت مش معاك، فده اللي بيحصل يعني. ف ده عامة المفروض كان يجيب السؤال، يعني هو في بلو براون اكشلي سأل السؤال، بس انا صورته جاوبته على طول يعني. بس فعلا لو انت عندك 3D plane وعندك اتنين فيكتورز طبعا هم مش لازم يكونوا الاي والجي، يعني انا هنا اعتبرت ان هم الاي والجي على طول عشان ده اللي احنا متعودين عليهم تاني. بس اي اتنين فيكتورز عامه، عشان احنا اوريدي عملنا بروف لده، يعني لو اديتك اي اتنين فيكتورز في البلين ده، في اللي هو الاكس والواي يعني، هتوصل لكل البوينتس عادي، ده اوريدي عملنا له بروف يعني. فاي اتنين فيكتورز توصل بيهم للبلين ده كله. طب لو زودنا فيكتور تالت، في اتنين possibilities. لو الفيكتور على البلين بتاع الاكس واي برضو ستيل جوه او جوه السبان بتاعهم عامه، مش هيحصل حاجه. يعني لو انا زودت نقطه فيكتور تاني هنا مثلا، يعني حط لون تاني، لو انا زودت فيكتور تاني فور اكزامبل عامل كده، وده برضو اكس واي بس، يعني ده مفيهوش زد كومبوننت، فده مش هيفرق في حاجه، عشان كاني جيت لك هنا برضو في الاكزامبل اللي فوق هنا، وقلت لك انت معاك الفيكتور ده والفيكتور ده ومعاك فيكتور اهو. هو تكنيكلي ملوش لازمه، عشان اوريدي الاثنين دول بيهم بس انا وصلت لكل الكومباينيشنز اللي في ال 2 دي دايمنشن. وتكنيك ده برضه عباره عن ده linearly dependent. ليه؟ عشان انا ممكن اوصل، يعني دي نقطه، وانا قلت ان انا ممكن اوصل لكل النقط بالاثنين فيكتورز دول. ف يعني ده الفيكتور ده هو عباره عن linear combination من الاثنين التانيين، فهو زي ما احنا قلنا فوق هو linearly dependent، فهو ملوش لازمه. جميل. ومش بيزود اي freedom يعني. طيب، طب ايه الكيس التاني؟ الكيس التاني ان هو يكون بره السبان، يعني يكون مثلا حتى لو زد بواحد، زد نيجاتيف واحد، زد نيجاتيف 0.001 اي حاجة. ايه اللي بيحصل وانس ما انت تزود الثيرد دايمنشن ده باي شكل؟ طبعا مش هتبقى يعني، مش لازم يكون الفيكتور 0 0 1، هو ممكن يكون 1 5 نيجاتيف 13 عادي، بس طالما في كومبوننت بره السبان دلوقتي انت زودت ديجري اوف فريدم. فتخيل انت الورقه اللي انت عملتها دي دلوقتي يبقى عندك الكود اللي انت تعرف تحركها يعني في الزد دايمنشن، وانس ما تعرف تحركها في الزد دايمنشن انت كده طولت ال 3 دي بلين كله. جميل. اي ثينك ده واضح يعني الى حد ما. وطبعا ارجعوا الفيديوز بتاعت 3 بلو 1 براون وتفهموا النقطه دي اكتر، عشان هو عنده فيجواليزيشنز احلى يعني. بس هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، وكده خلصت الجزء ده.